النهارده معانا فيديو جديد من قناة ايردروب كريبتو. النهارده معانا فيديو مهم جدا لموقع استثماري، موقع مربح جدا وهنستفيد منه. لسه الموقع نازل حالا فهنستغله في اول ايامه، يعني لسه نازل من نزول الفيديو ده، اول ساعة لسه نازلة فيه الموقع ده، فيلا بينا نستغله. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير عشان نقدر نستمر. ويلا بينا. طب زي ما انتم شايفين ده الويب سايت، زي ما انتم شايفين هتخش عليه هتسجل بالايميل والباسورد عادي زي اي برنامج تاني. بس زي ما انت شايف طبعا هو بيديك بونص $60 غير قابلين للسحب. طبعا هنيجي على كلمه في اي بي اللي تحت بعد ما تسجل طبعا حسابك، هيطلع لك الباقات دي. طبعا احنا ما حدش يشتغل اكتر من الباقه اللي هي دي، اللي هي المفروض سعرها $10. طبعا هو مديك 60 اصلا بونص، فانت بالتالي عشان تشحن الباقه دي لازم هتدفع $10 عشان تقدر تفتح الباقه دي. فهنروح على كلمه انلوك من هنا بعد ما سجلنا طبعا في البرنامج، وتحط كود الاحاله بتاعي اللي موجود في الرابط او الوصف. فخده وسجل من الموقع عن طريقي عشان تاخد البونص اللي هو $60. يا اما انت كده لو دخلت من عن طريقي هتدفع $70 انت بنفسك، فيستحسن تخش بالبونص بتاعي يعني، ونستفيد انا وانت يعني. فزي ما انت شايف كده هتروح هنا دايس على كلمه انلوك ناو. بعد ما نروح على كلمه انلوك ناو هنيجي نعمل كوبي ادرس او نعمل كوبي للعنوان. طبعا هنروح على منصه باينانس بعد ما عملنا كوبي ادرس. طبعا زي ما انت شايف كده هنروح على كلمه او هنروح على باينانس. طب زي ما انتم شايفين كده احنا دخلنا على باينانس اهو، دي الواجهه بتاعه باينانس. هنروح على كلمه اللي هي والت او المحفظه من تحت لو انت باللغه العربيه، ونيجي على كلمه سبوت او فوري. بعد كده نختار كلمه ويزدرو. طبعا زي ما انتم شايفين انا حطيت بالظبط $11 لان في ضريبه بتتسحب اهو. زي ما انت شايف هناخد $11 دولت وهنروح على سند فيا كريبتو زي ما انت شايف كده. بعد كده هنروح نحط هنا الكود اللي احنا عملنا له كوبي اهو زي ما انت شايف حطيناه. بعد كده نختار الشبكه، ركز في الحته دي كويس. هننزل تحت خالص ونختار TRC 20 زي ما انت شايف، ودي ركز معايا فيها لازم تكون TRC 20 لانه مش هيقبل الموقع او الفلوس كده هتروح عليك لو بعتها من غير ال TRC 20. طب زي ما انت شايف نروح دايسين كده اهو زي ما انت شايف نعمل ماكس. احنا كده هنبعت خلينا نشيل السنتات دي مش محتاجينهم. احنا عاوزين $10 توصل للموقع بالظبط. فبالتالي احنا هنحط $11 لان في دولار بيروح ضريبة زي ما انت شايف مكتوب نتورك فيز $1، فهياخدوا $1 وكده كده هيتعوض لك لما تيجي تعمل الاستثمار وكده. فيلا بينا نعمل ويزدرو. هندوس على كلمة ويزدرو او سحب ونعمل كونفيرم زي ما انت شايف اهو بيحمل عادي. زي ما انت شايف هيطلب مني البصمة، او لو انت مش عندك بصمة في التليفون بتاعك هيطلب منك الباسورد وكود هيجي لك على الايميل بتاعك وهتحطه عادي عشان يعرف انك صاحب الاكونت اللي بتسحب الفلوس. فانت عملت له كده عملية تأكيد اهو، وكده عملية الدفع تمت. ادي $11 راحوا، الدولار راح فيز او ضريبة وال10 دولار راحوا على الموقع. فيلا بينا نرجع الموقع ونتأكد الفلوس وصلت ولا ما وصلتش. طيب زي ما انت شايف كده اهو ادي ده الموقع. هنرجع عادي كده جدا ونعمل كده اهو، نروح على كلمة هوم ونعمل ريفريش. ادينا مستنيين لحد ما الفلوس توصل لنا على الويب سايت. طيب هي لسه ما وصلتش فهنستنى كده نشوف هتوصل في قد ايه او على ما باينانس تبعتها للويب سايت. طيب يا شباب هو تقريبا المبلغ وصل وكل حاجة، بس هو يعني الباقة اتفتحت على طول اوريدي، مش ما طلبش مني حاجة. لان لما جيت دخلت على ميشن هنا زي ما انت شايف جايب لي انه اعمل المهمة. فيلا بينا ندوس هنا كده نشوف هتشتغل ولا لا اهو زي ما انت شايف. تمام بيقول لك دوس على كلمة سبميت. طب يا شباب خلاص معلش انا بس فهمت الدنيا غلط. وانتوا زي ما انتوا شايفين ادي الموقع وصل لي $10 زي ما انت شايف. انا كان معايا $60 بالظبط، وادي الرساله وصلت لي فوق اهو زي ما انت شايف. عشان تتاكد بيقول لي تم سحب $10 الى الكود ده اللي هو زي ما انت شايف في الموقع بتاعنا. طب زي ما انت شايف انا بقى معايا $70، يعني انا معايا الباقه جاهزه خلاص دلوقتي. طبعا هنيجي على كلمه في اي بي زي ما انت شايف الباقه اتفتحت، بيقول لي من يوم كذا من يوم كذا ليوم كذا. بس طبعا ده مش حقيقي، يعني هو بيقول لك توتال الربح $766. لا هو الموقع هيقعد مثلا 30 يوم او شهر او مثلا 15 يوم وهكذا. فاحنا بنربح بناء على عدد الايام دي، يعني كل ما عدد الايام يزيد كل ما الربح يكون اكتر. فاحنا وحظنا، وهي كده كده في الاول في الاخر انت كده كده ربحان ربحان، وهترجع يعني فلوسك اللي انت استثمرتها هترجع لك. وفي نفس الوقت انت بتستثمرت في الموقع، بالتالي هتاخد ربح
على اللي انت حطيته. يعني انت حطيت $10، لو مثلا قعد معانا 15 يوم يبقى انت اخدت $5، لو قعد 30 يوم يبقى انت اخدت، احسبها انت بقى، فاهم؟ طب زي ما انت شايف كده، بعد ما احنا عملنا الخطوه المهمه اللي احنا استثمرنا فيها $10 وصلت ودي الباقه اتفعلت، نيجي للمهمه الاخيره واللي كل يوم هتخش عشانها. طب زي ما انت شايف كده، هنيجي على كلمه ميشن اللي هنا دي او المهام اهو. زي ما انت شايف كده، طبعا سيبك من اول واحده دي سيبك منها. هنيجي على تحت دي المهام اليوميه، هتقوم دايس هنا كده على جو فينيش. زي ما انت شايف ادي اول واحده تمت، ونيجي على التانية ادي جو فينيش اهو. زي ما انت شايف، بس هي دوستين في اليوم، كل يوم تعمل دوستين دول. هتيجي نرجع هنا تاني، وادي الربح بتاعنا $2.33. نيجي نعمل بقى ايه؟ عايزين نسحب او نعمل اثبات سحب ليكوا. طيب زي ما انت شايف، هنيجي على كلمه withdraw اللي هنا دي اهو. زي ما انت شايف معايا $2.10، وده اللي كل يوم هاخده لمدة على حسب بقى ما الموقع هيقفل امتى وكده. فانت عشان تشتغل معايا في موقع زي ده لازم تبتدي من النهارده، يعني من بعد ما الفيديو ده بدأ تبتدي مثلا، يعني اقل حاجة تبتديها معايا لو الفيديو ده عدى عليه يومين تقدر تخش. بعد اليومين اكتر من كده، اكتر من يومين ما تخشش تماما، اكتر من يومين ما تخشش، وانا بحذرك ده على مسؤوليتك الشخصيه. تمام؟ يعني الفيديو بتاعي لسه نازل حالا، ده فرصه استغله وخش في الموقع حالا. طيب هنيجي نعمل ايه؟ زي ما انت شايف ادي دولار، ادي $2.10. طبعا هنعمل هنا كده، هنقوم دايسين ادي 2.10 زي ما انت شايف اهو. بعد كده بيقول لك عايز العنوان اللي هتسحب عليه، بيقول لك ترون ادرس اهو زي ما انت شايف. بعد كده هنحط الباسورد اللي احنا دخلناه في البداية. تمام؟ هكتبه زي ما انت شايف. انا كده كتبت الباسورد بتاعي اللي سجلت بيه الموقع، وادي المبلغ السحب اللي انا هسحبه. طبعا احنا هنروح دلوقتي على منصة باينانس عشان ناخد الكود اللي هنسحب عليه. طب زي ما انتم شايفين يا جماعة، ده الحتة اللي هنعمل عليها ايداع، ونروح على كلمة USDT زي ما انت شايف كده اهو، ونروح على ننزل تحت خالص كده وندوس على ترون TRC20. بعد كده هنروح نعمل كوبي هنا كده، دي المحفظة بتاعتي طبعا، وهنروح على الويب سايت تاني زي ما كنا عنده في نفس الخانة اللي كنا فيها اهو. زي ما انت شايف ادي المبلغ اللي هنسحبه اليومي اللي كل يوم هنسحبه، وتحط المحفظة بتاعتك هنا اهو، ونعمل كونفيرم اهو. يلا بينا. بيقول لك withdrawal succeeded، يعني تم السحب. طيب غالبا السحب في 10 دقايق، من دقيقة ونص ل10 دقايق بيوصل لك السحب، وادينا مستنيين مع بعض اهو وهنشوف. وزي ما انتم شايفين يا جماعة ادي السحب وصل لي اهو. زي ما انتم شايفين you have deposited 2.1 USDT، وصل لي بكل سهولة ومن غير اي مشاكل تماما. وزي ما انت شايف اهو، مفيش اي ضرر، مفيش اي حاجة، الفلوس وصلت. وده الاثبات السحب كمان عشان تتأكدوا ان الموقع شغال، يعني مش بياخد الفلوس وما بيسحبش. ادي السحبة اللي سحبناها اللي وديناها الويب سايت، وادي اول ربح اخدناه او اول مبلغ اخدناه. فيعني اعتقد مفيش اسهل من كده، مفيش احلى من كده. يا ريت تستثمر في حاجه زي دي، ومش نصيحه استثمار، انا بقول لك يا ريت لو انت عندك مبلغ مال مثلا عايز تكبره، دي مواقع الاستثمار مفيده جدا، ولكن دي على مسؤوليتك الشخصيه لما تخش، عشان المواقع دي ممكن تقفل في اي لحظه. ولكن احنا ماشيين واحده واحده، والمواقع دي غالبا بتقفل من 10 ايام لاكتر، يعني ممكن تقفل خلال مثلا، ممكن تقعد 30 يوم. يعني لو قعدت 30 يوم ده احنا هنطلع ربح كبير جدا، ويا ريت تقعد ل 30 يوم، بس غالبا بتقعد 15 يوم 17 يوم 18 يوم. فدي حاجة ممتازة جدا ان انت تطلع ربح من مواقع زي دي. يعني ممكن تكون حطيت $10 تطلع وانت معاك مثلا $25، فده حاجة ممتازة جدا وفوق الممتازة. وزي ما انت شايف الرسالة كمان وصلت اهي، ان تم ايداع مبلغ $2.1. فاتمنى يكون الفيديو عجبك، ومتنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير عشان نقدر نستمر. وشكرا ليكم جدا، ولو في اي سؤال او اي حاجة عايزين تسألوني فيها، خش اسألني في الكومنتات وانا هجاوبك على طول بدون تردد يعني. وشكرا.